يا مساء السعادة، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة ما كنتش ناوية اصور الوصفة دي، بس قلت لا اشارككم لاني اكتشفت ان في بنات كتيرة لما الفلفل عندها بيدبل في التلاجة ما بتعرفش تعمله او تتصرف ازاي. الحاجة غالية حرام. فقلت لا اشارككم معايا وشوف. لما يكون عندك شوية فلفل كده في التلاجة وخلاص دبلوا كده وهيضربوا، نعمل ايه؟ نعمل احلى هريسة شطة، او هريسة بالفلفل الحار مع الفلفل البارد. زي ما انتوا شايفين كده انا كان عندي فلفل بارد خلاص طري كده وقرب يبوظ، وفلفل حار اخضر على احمر، فنستغله على طول ونعمل شوية هريسة كده يبقوا طعمهم في منتهى الجمال. بتنفع في حاجات كتيرة قوي، في الفراخ، في السمك، في المحاشي، في المشويات، في الفول، البتنجان. هعمله معاكم من غير ما يتشيل في الفريزر ولا تحطيه على النار، على البارد كده. اول حاجه طبعا هنغسل الفلفل كويس قوي، وهنقطع الفلفل الرومي نصين ونشيل البذر. اما الفلفل الحار بشيل بس العنقود منه وبقطعه كده تقطيع عشوائي علشان بس يبقى سهل عليا اضربه في الكبه. اهم حاجه لازم نلبس جلافز يا جماعه، عشان الفلفل ده بيبقى حامي جدا ومؤذي للايدين. لو ما عندكيش جلافز تقدري تدهني ايدك زيت، بس يستحسن ان انت تلبسي جلافز. بعد كده بحطه في الكبة وبحط معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر ومعلقة كبيرة كده من الخل، وبضربهم مع بعض. انا قسمت بحيث يبقى عندي فلفل احمر وفلفل اخضر، فبدأت بالفلفل الاحمر. عملت الفلفل الاحمر كان عندي وحدتين البارد كده مع الفلفل الحار، وده هنشيله لأي تتبيلة زي ما قلت لكم. معلقة كده على الفول، معلقة على المحشي. يا نهار أبيض، بيدي طعم في منتهى الجمال. تقدري طبعا تستغني عن خطوة الخل، مفيش مشكلة، بس هي مش بتبان أصلا وبتبقى مادة حافظة، هي والسكر. علشان هنشيله في التلاجة، فبندهن كده زيت بسيط، رشة كده من الزيت، ولازم طبعا البطرمانات تبقى ناشفة كده كويس قوي. وبعد كده بحطه في البطرمان وانزل برضو عليه برشة بسيطة كده من الزيت، يقعد معاكي من السنة للسنة. وزي ما انتوا شايفين بقى لما جينا ضربناه ما نعمتوش قوي، يعني ما خليتوش مميمي، لا انا خليته خشن شوية. كمان عايزة اقول لكم ان الفلفل البارد البلدي بتاعنا احلى بكتير من الفلفل الحلو الاحمر، عشان التاني بيبقى ايه، بيميمي كده. اما ده بصوا زي ما انتوا شايفين خشن وطعمه في منتهى الجمال، وكمان مليان فيتامين سي. الفلفل الاخضر برضو كان معايا ميكس كده ما بين الفلفل البارد والفلفل الحار. نفس الخطوات، هنغسل الفلفل البارد هنشيل منه البذر بتاعه، اما الحار هنخليه بالبذر. بعد كده هنضربهم في الكبة. وكمان كان معايا بس قرنين من الفلفل الأحمر الحار، خليتهم عشان يكسر اللون، لكن ممكن عادي يعني نستغنى عنه. وبرضو نفس الخطوات هنضربه في الكبة. هنحط معلقة سكر صغيرة ومعلقة ملح كبيرة ومعلقة خل كبيرة. هنا بقى هضيف 6 فصوص من الثوم. ليه بقى؟ علشان الهريسة دي انا هخليها للسمك، هخليها للبتنجان، هخليها للبطاطس المهروسة، وهضيف كمان ليمونة معصورة بتعلي التست قوي بتاعت الهريسة دي مع الخل والسكر والملح. يبقى كده عندي نوعين من الهريسة، نوع من غير توم ونوع بالثوم، ده ليه استخداماته وده ليه استخداماته. وزي ما انتوا شايفين بحبة فلفل صغيرة كده كانوا عندي في درج التلاجة، بدل ما يبوظوا ويضربوا استغليناهم وعملنا منهم احلى هريسة، خضرة وحمرة، ودي بطعم ودي بطعم تاني، والاتنين احلى من بعض. ما فيش غنى عنهم خالص، مخدتش معانا وقت. هتنفعك بقى في اكلات كتيرة. توم تنفع معاكي في السمك، تنفع معاكي في البتنجان، البطاطس المهروسة، اللي هي الفلفل الاحمر من غير توم، تنفع معاكي على طبق فول، على طبق مكرونة، في تتبيلة الفراخ، حاجات كتيرة قوي قوي. انا بصوا ما اقدرش استغنى عن هريسة الفلفل في التلاجة. كمان مش هنشيلها في الفريزر، احنا هنشيلهم في التلاجة يقعدوا معانا من السنة للسنة. كنز عندي في التلاجة ما اقدرش استغنى عنه.
ما خدتش معانا وقت، والفلفل الايام دي سعره رخيص وجميل ومسكر في السوق. الحقي بقى هاتيلك شويه من الفلفل البارد الاحمر وكمان الاخضر. كمان كل سنه وانتم طيبين، رمضان داخل علينا، اللهم بلغنا جميعا رمضان واحنا في احسن صحه واحسن حال. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسوش تحطوا لايك. وشكرا على الكومنتات بجد الحلوه اللي بتجيلي من الناس الحلوه، بحبكم جدا جدا في الله. ربنا يسعد قلوبكم زي ما بتسعدوا قلبي بالكومنتات بتاعتكم. استنوني بقى في وصفات حلوة ان شاء الله جاية كتير. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.